بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة فيها رد على نونية القحطاني المجسم الذي سب فيها أهل السنة والجماعة. حمدي إليك إلهنا بلساني، وكذاك يخفق بالثناء جناني. أنزل شآبيب المراحم والرضا بلباب عبد مذنب لهفاني. يا رب إني في المواجع غارق، وإليك أشكو كربة الأحزان. كرب الحوادث بالخطوب تأججت، والضيق لج بحالتي فكواني. ولقد رماني الدهر من سهم سرى بالكبد ثم بنزعه أدماني. وتلاطمت كرب الزمان بمهجتي، والبأس أضحى محدقا بزماني. وتلظت الأحشاء ثم كتمتها، فضحت دموعي ما جرى بجناني. بمدامعي سطرت كل مواجعي، فسلوا العواذل أوسلوا أجفاني. ومهاجعي باتت كجمر مسعر، والنوم طار بهدأتي وجفاني. والله لو فاه الزمان بكلمة لرثى لحالي ثم بعد بكاني. فلقد حمدتك يا إلهي في الدجى ولدى الضحى وعلى مدى أزماني. وإليك أشكو حرقتي ولواعجي، صنف الأنام مكانتي ومكاني. واجعل لساني مفصحا ببديعه، وكذاك فاجعل للبيان بناني. لأقوم أدرأ عن حياض محمد بمطارق ضربت وبالسندان. وكذا بألسنة حداد شأنها تبري مزاعم كل من يشناني. فأقول إني قد نذرت بشيبتي خرق الجموع بهمة الشبان. وأطيح هام مكابر ومعاند ومجادل بالبطل والبهتان. يا أيها المتعطشون لحجتي، إن قلتها لم يبق من عطشاني. أرويك من عين الحقائق شربة تضحى النزيل بدارة الريان. أبصر حشاشة مشفق قد شفها جور العداة فهدني وبراني. نشر الضلال جناحه في أرضنا حتى اسبطر بحقلنا الوردان. وسنانه يسري بكل ضراوة حتى استبد بمهجتي وعراني. ورأيت أن الدين ينزع أسه، وأساسه التوحيد في الإيمان. وعراه تنقض عروة مع عروة بمعاول التيمي والإخوان. ومن الخوارج أصلهم مع فصلهم، فانظر إلى الآثار باستيقان. أوليس أنهم خوارج عصرنا خرجوا إلى ما ليس بالعقلان. قتلوا الجموع بكيدهم وبلؤمهم بالنبل والبتار والنيران. وترى الكثير من المشايخ صمتهم يحكي الأصم بحضرة الطرشان. بذريعة التوحيد تحت شعارهم في وحدة الرقطاء مع كروان. وهي التي قد صاغها بدهائه ماسون إلحاد هو الأفغان. ويؤلب الأغيار في رحلاته مستهدفا عبد الحميد الثاني. وعليه تلمذ في الغواية عبده
ورشيده لا ليس بالرشدان. والبغي سيطر باسطا لجناحه وبجرة سكروا وبالأدنان. وكأنه التاريخ يرجع للوراء بالبغي والجبروت والطغيان. وتكاد لا تلقى معينا مشفقا والظهر قل وليس من أعوان. وترى محابر أو منابر تشترى سارت مسار الأصفر الرنان. وتنكروا للوحي في ندواتهم وتنكبوا سبل الغواب تفاني. وتراه مستغشوا ثيابهم ولا تجدن فيهم مصغيا لأذاني. وتداعت الأمم الكبار وحالنا كغثاء سيل مزبد عجلان. وكأننا القصعات في أرض الحمى وغويهم كالقارم الغرثان. وأشدها فتكا خوارج أمتي فبها البلاء صب كالفيضان. وهنا الشواهد في القصيدة كلها وهنا مناط مرابط الفرسان. وقعت يداي على قصيدة مرجف قد سميت نونية القحطان. والقحط باد في جوانب بؤسها وحماتها جيش من الغربان. شاد الدعي بناءها بمفاسد ومهالك التجسيم والبهتان. واختط سيرا في مقاصد شعره مترسما فيه خطى اليهدان. قد رام حجب الشمس عن جمع الورى بأكفه السوداء وبالخذلان. هيهات للطرف الملطخ بالقذى أن يلمح النور البهي الداني. يبغي مدينة أمتي متسللا لدخولها لكن من الضيقان. وتراه يجهل سورها ودخولها من أيما باب من البيبان. وبيارق التوحيد فوق شموخها ومؤسس في جوها برجان. برج لقرآن وآخر سنة وهما لأهل السنة القمران. فرسمت في هذه القصيدة أنني سأدك جحر الواهم الحيران. فلقد غدت في الشعر شر لقيطة وهجينة تعزى إلى هيان. لا تعجبن لأصلها ولفصلها ولربما يأتي لها أصلان. عزيت لشخص لا أساس لذكره بتراجم الطبقات والأعيان. لو كان حقا مالكيا ما هوى لمزالق التشبيه في القيعان. ما شم ريح المالكية عمره أين الحثالة من ذرى العقبان. فالمالكية شمس عز قد بدت بمعارج الأمجاد في الأزمان. فلمالك في كل قلب رفعة أربت على الميزان أو كيوان. وعياض قاض بالمعارف مشرق أما ابن عاشرنا كما ثهلان. وكلاهما في الغرب إشراق بدا وهما لدين المصطفى جبلان. من رام شمس الأشعري بفرية ورزية صيغت من الغيان سينال الإسني مجرما ومزورا وله بنشر فعلة ويدان. وكذاك للأجلاف نظمي سقته لمزلزل متعثر ومدان. بنوازع ونوازغ نشر الردى إذ حفه البطلان والضدان. أيروم جمع
الشمس مع عمق الثرى، حق وبطل كيف يجتمعان، متناقضا في حاله وبقاله، بل ممعنا في الإفك والهذيان. ودليلنا باد بكل صنوفه، ينفي التكيف شبهة العوران، فيقول في التنزيه قولا رائعا في فضح كل مشبه ومهان. فلقد ورد تناقض واضح في نونية القحطاني ما بين عقيدتي التجسيم والتنزيه، فتراه ينزه ويرد كفرا إذ يقول مبينا: والكيف ممتنع عن الرحمن، لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا، ولا يحويه قطر مكان، وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان. من ذا يكيف ذاته وصفاته، وهو القديم مكون الأكوان. والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني. لا تفتكر في ذات ربك واعتبر فيما به يتصرف الملوان. والله ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوهام والأذهان. حاشا الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان. والأصل أن الله ليس كمثله شيء، تعالى الرب ذو الإحسان. لسنا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يشتبهان. وحياتنا بحرارة وبرودة، والله لا يعزى له هذان. وقوامها برطوبة ويبوسة، ضدان أزواج هما ضدان. سبحان ربي عن صفات عباده، أو أن يكون مركبا جسدان. فوحق جبار على العرش استوى، من غير تمثيل كقول الجاني. ويقول في التجسيم قولا مخزيا، ينبيك عن صلف وعن طغيان. والأشعرية نال من عليائهم، وهم الكواكب في ذرى الأكوان. متقيئا خزيا يؤرق جوفه، من بعد طول مرارة الغثيان. ثم تراه يوغل في عقيدة التشبيه والتجسيم، فيقول القحطاني: وحديثه القرآن وهو كلامه، صوت وحرف ليس يفترقان. إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان. عطلتم السبع السماوات العلى، والعرش أخليتم من الرحمن. سميتم علم الأصول ضلالة، كاسم النبيذ لخمرة الأدنان. لأقطعن بمعولي أعراضكم، ما دام يصحب مهجتي جثماني. ولأهجونكم وأثلب حزبكم، حتى تغيب جثتي أكفاني. يا أشعرية يا أسافلة الورى، يا عمي يا صم بلا آذان. إني لأبغضكم وأبغض حزبكم، بغضا أقل قليله أضغاني. والله يومئذ يجيء لعرضنا، مع أنه في كل وقت داني. والأشعري يقول يأتي أمره، ويعيب وصف الله بالإتيان. قلنا الذي قد قال يأتي أمره هو أحمد بن الحنبل الشيباني. راجع مراجعك الغوية وانتصف، سترى جوابا ليس بالحسبان. وإلى أبي يعلى عزاه زعيمكم، من غير ما لف ولا دوران. دع 10 أجزاء و6 تلقه في طية المجموع للحران. رقم الصحيفة 4 من قبلها 200 عد واضح ببيان. أو ينطلي كذب على أسد الشرى، بفضائح وفدائح لمدان. هذه النماذج من غيوض فيوضه، والطافحات بوصمة الخسران. أينال ذئب بالعوى سحب السماء، أم نال نبح الجرو من سحبان. ويقول عما بالمصاحف قوله،
حرف وصوت من لغى العربان. وهنا ترى القحطاني ينسب حلول الحوادث بذات الله، فينسب له النطق بالحرف والصوت واللغة، فيقول: من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني، من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل أواني، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان، هو في المصاحف والصدور حقيقة، أيقن بذلك أيما إيقان، وكذا الحروف المستقر حسابها 20 حرفا بعدهن 8، هي من كلام الله جل جلاله حقا، وهن أصول كل بيان، حاء وميم قول ربي وحده من غير أنصار ولا أعوان. فأجبته بمقالة سنية كيما يدك بسطوة الخطبان، لو أن ربك للأنام محاسب بحروف صوت ظاهر بلسان، فستنقضي 50,000 كلها بحساب إبليس الكفور الجاني، هم في الحساب يحاسبون جميعهم وبدفعة بالعدل والإحسان، سيحاسب الله الخلائق كلها كحساب شخص كلهم في آن، ربي سريع يوم ذاك حسابه وبذاك تحكي الآي في الفرقان، أيكون ربك للحروف بحاجة حرف وصوت ليس يجتمعان، في ذات ربك لا تحل بذاته فكلاهما لله مخلوقان، هو ليس مبتدأ وليس بمنته وكذاك ليس يحل بالآذان، قلم هو الأعلى يخط بأمره ما شاء من لفظ ومن قرآن، والله أنزله بليلة فضله هي ليلة للقدر في رمضان، ما زال أهل الدين تقرأ آيه حرفا وصوتا بالغ الإتقان، فاحذر أخي عقيدة شركية للمقحط المتهالك الذهلان، أزلية جعل الحروف وأنها ليست بخلق القاهر الديان، ونظيرها في الكفر قالوا مثلها وكلاهما في الشرك معدودان، قالوا له جهة بدون بداية عدمية وكلاهما كفران، فالله عن كل الجهات لقد علا خلق المكان فكان دون مكان، ولشيصبان الدهر ردي صاعق ما كنت رعديدا ولا بجبان، فلقد رسمت لصفع وجهك بالحذاء يا أيها المغرور والصفعان، من ثم لا أدري بها من صافع نعل الحذاء أم وجنة الشيطان، يا أيها الصوان دين محمد لا تستكن وارجمه بالصوان. ويقول معترفا بخبث سريرة بكلام حق ليس بالبطلان: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني.
من كان هذا حاله بلسانه أيصير عندكم عظيم الشان أم تزعمون بأنه متواضع والكبر فيه يزيد عن فهلان ودليلنا في كذبه وبكبره بفضيحة قد قالها بلساني. فبأربع معقودة من شعره تكفي لنسف قصيدة القحطاني، فاسمع لقحطاني ونص حروفه كذب وزور ما له من ثاني. قد عشت مسرورا ومت مخفرا، ولقيت ربي سرني ورعاني، وأباحني جنات عدن آمنا، ومن الجحيم بفضله عافاني. ولقيت أحمد في الجنان وصحبه، والكل عند لقائهم أدناني. لم أدخر عملا لربي صالحا، لكن بإسخاطي لكم أرضاني. هيا أفيدونا إذا رد لكم أم أنكم بهت كما اليهدان بمدلس ومزور ومزيف وبكل ذاك له يشير بناني. لم يختلف رجلان في تضليله وبكفره لم ينتطح عن زاني. فانظر إلى الزنديق يزعم أنه لقي النبي وربه بجنان. لو غير صاحبكم يقول لقلتم هو مشرك يجثو إلى الأوثان ومشعوذ ومطبل ومزمر، والإفك منه يفيض كالفيضان. وأمرتم بالسيف دون تردد وقضيتم في كونه السفيان. فالكذب في هذه المقالة بين لا لبس فيه لمن له عينان. أولم تقيسوا إفكه بموازن أم ضل سعيكم لدى الميزان. شرب الغواية فاستبد به الهوى فتراه في الهذيان كالسكران. وتراه في وادي الضلالة ممعنا ويلج في الخسران والنقصان. لكنه وغد تمرد واعتدى فنشرتم كفرا له بتفاني. هو ملحد ومجسم ومزيف ومروج للفسق والعصيان. لا فرق بين مجسم لإلهنا ومؤله الأحجار والأوثان. ذاكم يشبه ربنا بحوادث ويخر ثانيهم إلى الأذقان. فكلاهما متكبر ومعاند ومشبه لله بالحدثان. أولم يك ابن القيم انتهل الغوى من شعره الموسوم بالطغيان. فتراه فاضت منه أمواج القذى متضلعا من شؤمها العدوان، وهي التي فاضت بأدناس الورى وكلاهما بعقيدتي نجسان. أيذم قرد في البدور بياضها بمطالع حتى علت لعنان. لكليهما ردي يموج ضراوة ويهب يشبه ثورة البركان. فنحى إليكم كل صل أسود وإلى الجحور مواكب الديدان. فتلقفت زمر الظلام قصيده متحالف كلب مع السرحان. وترى ابن تيمية يقرر مذهبا وصف الصفات بزعمه قسمان. فمشيئة والعلم ثم كلامه وبنحوها عرفت صفات معاني. ويد وعين ثم وجه إلهنا فلدى ابن تيمية
تيمية على الأعيان. في الواسطية قالها متجرئا يصف الإله بقوة الجسمان. فالأشعري إمام هدي مجتبى وبهديه يتنور الثقلان. وعلى خطاه جمع أمة أحمد ما ضل غير متابع الجعلان. ولكم زعمتم يا دعاة ضلالة من أنه قد تاب للرحمن من مذهب التنزيه في غرر الهدى وبأنه قد عاد للإيمان. إن كان هذا زعمكم بإمامنا فإمامنا عن زعمكم بأمان. أولستم عند الصباح وفي المساء كفرتموه بأقذع الكفران. وبذاك قد وصموا أشاعرة هم ككواكب للسفن والربان. يا من تسب الأشعري وحزبه من سادة الأعلام في الأزمان. من هم مراجع أمتي في فقهها والنحو والتصريف في البلدان. من هم أئمتنا العظام بدهرنا من كل لون في ضحى الألوان. من هم شموس الكون في سنن الهدى وبدوحة التفسير للفرقان. في السنة الغراء ينبوع الندى في الجرح والتعديل والميزان. أهل الحديث سحائب هطالة في نهجنا الفياض والمزدان ملآ بأخبار وآثار زهت بالمتن والإسناد والأقران. فلنحن أهل للحديث ولستم أنتم بذلكم وسبع مثاني. فدلائل البرهان عند أئمتي شمس تبدت مع سنا ميسان. وهم الأئمة في ربوع بلادنا وهم النضار بمرجها الفينان. فالما تريدي شيخنا وإمامنا والأشعري برحبنا صنوان. قاد إلى الفتح العظيم وأنجزا وهما لدين إلهنا شمسان. بهما تأصل كل فضل في الورى ونسائم الأعطار والريحان. أهل الولاية والدراية في المدى وهما في ربعنا روضان. وهما على هام العلاء كواكب ولأنتم في وهدة الوديان. فإليهما لقد انتهى علم الهدى والهدي عند هداتهم بحران. لا برزخ ينساب بين بحارنا وهما بدين محمد أخوان. يا من برزتم للنزال وفي الوغى أتضام أسد من نزال جبان. هل للخنافس في النزال منازل أم للبغاث مكانة بمكان. فإمامكم رأس العصابة كلها ومؤسس للمذهب الشيطاني. فالله وهاب ولكن لم يهب للصابئ المتعنت الثعبان خيرا وتوفيقا وعلما نيرا وتراه خلوا من سنى الإيمان. وهو الذي نشر الضلالة والردى وهو الكفور الجاحد المتواني عن كل خير في شريعة أحمد قد أكفر القاصي كذاك الداني. أمر الشقي بقطع عنق مؤذن صلى على
المختار بعد أذاني، وببدعة جلب الخراب لأمتي فتزلزلت وتدمرت بهواني. قرنان من زمن يؤرخ للبلا وهما يقينا للبلا قرنان. أوليس يزعم أن دين محمد قد قطعت أوصاله بزمان؟ ولئن تقطع دين أحمد في الورى من أين دينك؟ بل هما دينان. لا وحي بعد محمد أبدا ولا هدي يناقضه بكل أوان. ولقد أتى للناس وهو مجدد شركا وبغيا فعلة الجهلان. متطاولا بالإفك فاض ضلاله ويضج من إجرامه الثقلان. وبألف ألف حكاية تروى له تحكى لدى السياف والسجان. فإليه وهابية الخبث انتهت وإليه أصل الغي والطغيان. غيان فيه تجمعا وتكاثرا غدر وكفر وصفه الغيان. نشر الضلال بكل صقع وانتشى وبربعنا تبدو كما الكيمان. يا من طعنتم بالتصوف والصفا بئسا لذاك البائس الطعان. أهل التصوف للأنام منارة في الزهد والإخلاص والعرفان. وهم سرات الناس إن جد السرى وهم رواسي الأرض والبنيان. أقطابها أنجادها أوتادها أقمارها البيضاء بكل زمان. منهم جنيد إمام كل أئمة والشيخ عبد القادر الجيلاني. وكذاك شيخ زمانه وإمامه ابن الرفاع دوحة الأغصان. والشاذلي وكل قطب ملهم والنقشبندي قطبنا الرباني. وحديث أحمد في الرواية بين عن فتح ثغر محكم الأركان. ومبشرا بمحمد وبجيشه بالما تريد الفاتح العثماني. فحديثه نعم الأمير أميرها ولنعم ذاك الجيش في الأزمان. أما صلاح الدين فاتح قدسنا هو أشعري وبه يطيب جناني. أنشى المدارس في الشام ومصرنا وكذا الحجاز وفي ربوع يماني. قامت على هدي الأشاعرة الأولى فتألقت بمعارك الرومان. حطين ما زالت على شهب السماء بالنصر تحكي درة التيجان. بالفتح تزهو في مرابع أمتي والدهر في شدو وفي ألحان. فبضاعة الأجلاف أردأ سلعة وبضاعة الأقطاب في الوجدان. فلنحن أهل السنة العصمى فلا كيد يضير بسالة الشجعان. فسبيلنا القرآن شرعة ربنا وحديث أحمد في مدى الأحيان. وهداتنا صحب النبي وآله وكلاهما بالهدي مؤتلفان. وكذاك أزواج شموس سيما هي عائش شمس لكل زمان. وبناته شهب على شرف السنا ينثرن طهرا في مدى الأزمان. لا سيما الزهراء زوجة حيدر وبها تشرف في الورى الحسنان.
كونوا على ذكر لأنسام الصبا لأئمة بالفضل والرجحان، هم مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة فخر كل أوان، فاقوا كما شمس تفوق بوهجها أنى لهم في الفقه من أقران، قد دونت بالكتب جل علومهم حتى زهت بالمنهج الرباني، أما المجسمة اللئام تنكروا لمسالك في العرف والعرفان، قالوا أمروها كما قد نزلت في محكم الفرقان والقرآن، هو ذاك قول الشافعي وغيره من سادة الأسلاف في الأزمان، ولئن خلوتم بالعلوج نراكم غيرتم بدلتم بتفاني، فجعلتم الأبعاد في رب الورى ونسبتم الأبعاد للديان، ليست بدأب المتقين فعالكم هذه التقية والتقى ضدان، سبوا الأئمة بكرة وعشية فتآلفوا في السب والنكران، قد بعتم دينا بظل زائل ونعمتم بالأحمر الرنان، هذه مثالبهم وتلك خصالهم يلقونها بمرارة الأحزان، يوم السؤال مزلزلا لقلوبهم وتشيب منه ذوائب الولدان، فوجوههم تسود من حسراتها ولدى الحساب ودقة الميزان، فلكم زعمتم أنكم من سنة تزهو كمثل الدر والعقيان، أنتم فراعنة الزمان وويله ما زلتم تبنون مع هامان، فالبدعة السوداء أنتم أسها في أيما يوم وأي أوان، فلأنتم شر الخليقة كلها بل أين منكم صاحب الإيوان، أنتم دواعش عصرنا وجناته أنتم جيوش البهم والثيران، أنتم خوارج دهرنا وبغاته أنتم كذئب الفحش والضبعان، كفرتم من سار في سبل الهدى وذبحتموهم ذبحة الخرفان، وفرضتم الجزيات فرضا في الملا وسبيتم من معشر الإيمان، وقضيتم وسرقتم وخطفتم وزنيتم بحرائر النسوان، جردتم سيف النذالة والمدى قد أغمدت بغلاصم الغلمان، حرقتم البلدان باسم ربيعكم وربيع فتنتكم رماد دخان، فربيعكم أمسى صقيعا مفرطا وبه جليد العظم في الأبدان، عمت قذارتكم بخبث عقائد تعيا بهن مهارة الصبان، سلمتم العرعور كل زمامكم وكذا قوافل طغمة الأفغان، وكذاك أمر أميركم ووليكم ذاك الذي قد لقب البغداني، من بعد مقتله أتاكم مجرم سرطانكم يا عصبة الجولان، ويجول في عرض البلاد وطولها لا يمل بكثرة الجولان، متعطش لدم الطفولة والنساء ولقد غدا جوعان للحمان، بربيعكم صارت بلادي بلقعا عاثت بهن قوافل الغيلان،
كانوا ملوكا في البلاد وسادة، وإذا هم في جملة العبدان. حرقتم نسرا تألق في السماء، قد كان درعا في فضى الأوطان. كم من مساجد أو ضرائح فجرت، فالشر عندكم بلا شطآن. وبيان في أصل الديانة حبركم، فأتى الضلال مصورا ببيان. قد قال إن الله يفنى كله، ويظل منه الوجه ليس بفاني. بثلاثة توحيد ربي عندكم، قلتم تحقق جملة الإيمان. بعقيدة التثليث كفر جمعنا، وكذا البراء مع الولا ثنتان. فغدت لديهم في الأصول ديانة كعقيدة التثليث للنصراني. أما الولاء فذاك يعني عندهم كن يا بصير موالي العميان. وكذا البراء بأن يكون مريدهم متبرئا من منهج الرحمن. يا أيها الأجلاف أين دليلكم من سنة تمضي ومن قرآن؟ أو جاء عن سلف الأئمة نبذة في سالف الأزمان والحدثان؟ إن كان هذا زعمكم قولوا لنا أين الثلاثة يا أولي الروغان؟ في قول جارية إلهي في السماء، قستم إله الناس بالإنسان. أوليس فرعون إماما عندكم يا ملة الفرعون مع هامان؟ في قول يا هامان شيد صرحنا كيما نصير لخالق الأكوان. لما فهمتم فهم سوء قلتم كمقال فرعون الغريق الفاني. قلتم إلهي ساكن بسمائه، بل جالس في عرشه في آن. وبجورهم كم بدعوا أو كفروا بالمولد النبوي للعدنان. وبمقتضى جمل أتت ضمن اقتضاء بدعتم كفرتم الحران. وقراءة تهدى لميت مسلم من نحو ما يتلى من القرآن. وزيارة المختار عند ضريحه شركية قالوا بكل هوان. وكذا احتفال المسلمين بليلة هي ليلة في النصف من شعبان. وفضائل مرجوة في ليلها ونهارها لا سي في رمضان. وكذاك بعد فراغه من مصحف صدق الإله بقوله المزدان. ولكل ذكر منكر ما لم يرد بالسنة العصماء والفرقان. وتبرك وتوسل بنبينا شرك لدى المتمسلف الخسران. شغلوا الأنام ببدعة وبفرية ليمرروا التشبيه للديان. هذا التناقض زاد في عثراتكم وغدوتم جيفا بذا الميدان. فأئمتي ردوا على هذيانهم ردا بليغا بالغ الإتقان. منعوا التأول في النصوص تحكما، بل سيروه بمعظم الأحيان. والضبط عندهم بحسب المشتهى دين الأسافل شهوة الشهوان. سأل ابن باز سائل في مجلس ماذا تقول بآية الفرقان؟
تلك التي تحكي عن الأعمى الذي قد صار في الأخرى عميا عاني. أتقول فيه مؤولا ومفسرا أم تترك التفسير للطرشان؟ بهت ابن باز صاغرا ولأنه بالحق مجموع له العميان. أوليس قد قتل المؤذن غيلة من بعد أن صلى على العدنان؟ بعد الأذان مجاهرا في نجدكم يا ويلكم من غضبة الديان. ولقد روى هذه الرواية صادق مفت بمكة زيننا الدحلاني. قد كان في الإفتاء بحرا زاخرا أيام حكم الحاكم العثماني. أوليس قال المصطفى في نجدكم قرن لبؤرة ملة الشيطان؟ إن كان قرن واحد بدياركم فلكل علج منكم قرنان. قد ركبت لكم القرون بغفلة عن أمة القرآن والسلطان. فالمجد في تاريخ نجد شاهد عنوان سفر ليس بالعنوان عن غزوكم للمسلمين وذبحهم ودماؤهم هطلت على الكثبان. رضخت رؤوسهم بكيد خيانة بمطارق تجري على السندان. قلتم هم في المشركين عدادهم وحكوا بكفرهم ذوي الأوثان. ولربما الصعق المرير أتاكم من ابن تيمية كبرق يماني. هذا ابن تيمية يقول منافحا في نقله عن عالم ببيان. فيقول عن لعن الأشاعرة الأولى سيعود ذاك اللعن للعان. فهم لأصل الدين أنصار الحمى ومعزر لعانهم بهوان. انظر بمجموع الفتاوى تلفه في رابع الأجزاء بالبرهان. تلقاه في 10 صحائف بعدها 5 تبان لبؤبؤ الإنسان. فسياق هذا النقل ثم سباقه ينبيك أن النقل باستحسان. أتكفرون إمامكم في نقله لمديح أهل العدل والإحسان أم أنكم قد تلعنون إمامكم من زجره أضحى بكل مكان؟ أو تلزمون نفوسكم تعزيره بصريح قول ليس بالكتمان؟ وإليكم هذا السعير بلفحة قضت مضاجعكم بكل زمان. وجع رجا رفع الأذى بندائه لمحمد قلتم جحود جاني. في طيب الكلم الرقيق رواية مخطوطة ثبتت لدى الألباني أن ابن تيمية بإسناد روى عمن من الخدر الأليم يعاني. نادى بصوت ظاهر لمحمد فتبددت من ممرض ومعاني. سمى ابن تيمية النداء محمد كلما يطيب على مدى الأزمان. إن قيل ضعف يعتريه ولينة قولوا لهم بحصافة وبيان. أو هل يكون الشرك قولا طيبا توبوا وقبل القبر والأكفان؟ أتراكم أنتم كفرتم جهرة أم تنسبون الكفر للحران؟
إياكم من شعرنا وشعارنا إذ لا يكافئ صاعنا صاعان. ليس الذي قد سقته بهجائكم عشر الذي قد ساقه القحطاني. يا أيها المتمسلفون بنهجكم نهج مرير ليس بالحقان، سأطير بين الناس في سقطاتكم طير الصقور الشهب والعقبان. أشوي رؤوسكم بجمر يراعتي مما تشظى من لظى بركان، وقصدت أيضا بالقصيدة جمعكم يا عترة العميان والفوزان. وابن العثيمين المضل وركبه بقوافل سارت إلى الخسران، وأعود للتأويل عند شيوخهم بالحل عندهم وبالحرمان. فابن العثيمين الجنوح إلى الهوى قد قال قول المسرف الحيران، فإذا تأولنا فتلك إصابة لو من سوانا وصمة الغلطان. إن التحكم والتهكم شأنهم مع ذاكم فروا من الميدان، وكذا الحويني فاسمه متشابه بالضاد فهو مصغر الحيوان. إن ظل في طرق الغواية سادرا لا لن تراه بدارة الحيوان، إلا الجحيم يضمه بحميمه وحميمه من زفرة النيران. ومحمد حسان ليس محمدا فيما يقول وليس بالحسان، هو باطل هو جاهل هو ذاهل كلماته ليست بعقد حسان. خلط التصوف والتمسلف ذو الفرا ضدان في التقوى هما ضدان، إذ صاد بالأحلام كل مزلزل وبغفلة محفوفة بأمان. والمفسد العدوي أقحل ربعه بلسان حال أو بحال لسان، عبد لغفار يتابع دربه متكبر أفاق ذو شنآن. ما عنده في النطق أي دراية متلعثم متتعتع ذهلان، وكلاهما خلان في نكر وفي تكفير ربع المصطفى خلان. ويخطئان الشافعي والأشعري من كان هديهما صمام أماني. أنا شافعي أشعري قدوتي أهل التصوف سادة الأزمان. عتبي شديد مره متفاقم عتبي على من أخطأوا بتفاني. سموهم أهل الحديث وفاتهم كم ضللوا شيبا ومن شبان، وكذاك بالأثر المعظم ألصقوا من لا يميز البعر من بعران. ما حصلوا بالفعل إلا كيدهم والكيد يغلي أيما غليان. ضللتم كفرتم ودماكم هدرت بغير هوادة ببيان. أو تسخطون إلهكم برضائهم ورضاهم طيش لدى الأوزان. ومحمد يعقوب فاض بإفكه مذ غاض فيه الصدق بالطغيان. ويقول عن طهر بعفة عاشق من غير مس أو كلام رزان.
حتى وإن يك لم يلم بنظرة فلقد زنى وهو الأثيم الزاني متشدق متعجرف متفيقه والسوم فيه بأرخص الأثمان وتراه يكذب في المحاكم والقضاء متنصلا من فكره الفتان ويقول في الملأ العظيم شهادة متبرئا من حزبة الشيطان أنا جاهل لا لست أهلا مطلقا للعلم والإفتاء والبرهان ولدى القضاء يرو روغ ثعالب متهربا من تهمة الإخوان إن فر منهم بالنذالة والدهى أيفر يوم الدين بالروغان وكذاك في غي الضلالة ممعن ضليل مصر محمد الرسلان فلئن أردت رضاء ربك فاحترس بالبغض عامله وبالهجران وكذاك من هو ليس بالمحمود لا ترجى له الحسنات في الميزان بمكانة سفلى يجرجر رسمه والاسم منه في مكان ثاني أقبح بعثمان الخسيس وحزبه خرقوا الكويت بأصفر رنان ما عندهم من منطق إلا الولا وكذا البراء ليكفروا أوطاني وعقيدة التثليث أصل طريقهم فأصابت الأتباع بالبحران ثنتان أصل الدين عند جموعهم وهما يا سادتي ثنتان قد كانتا أدوات تكفير بها ذبحوا البريء بذروة اطمئنان وسلوا الجزائر عن فظائع قد جرت بجبالها الشمى وبالوديان قصدوا المراعي في الدجى وبضحوة غنموا الشياه بذبحة الرعيان نزلوا البلاد قبيل فجر بالمدى ونساؤهم صرخت مع الصبيان وتلاحمت صرخاتهم مع صوت ذئب بل وصوت أذان واسمع لفركوس الجزائر يدعي الأبعاض والأبعاد للرحمن لا يؤول أو يفوض نصه فتراه سار على مسار بيان والأشعرية عنده ليسوا على منهاج أهل السنة النوران تبا له من جاهل متعنت يسري مسار محمد الرسلان قل لابن شمس الدين وهو محمد تسري بإفك أيما سريان أتسب دين الأشعرية منكرا إيمانهم فتضل بالنكران ألأن أنفك مرغوه بتربهم ونعالهم رسمت قفاك القاني صيرت مهجورا وصرت مهاجرا للبغي والطاغوت والطغيان فأعدت ترتيب القصيدة بالهوى لمجسم قد سمي القحطاني أترى بأنك قد رفعت خسيسها يا وصمة للعقم والخصيان سموك شمس الدين فاتك فضله وكذاك شأن البائس الحران يدعى تقي الدين زورا في الملا وله بيوم قيامة حران حر بطول مواقف ومواجع وبآخر شرب الحميم الآن سيظل شعري خنجرا بحلوقكم يدمي ويحكي شوكة السعدان
ولتغلبن بصوتنا وبصوتنا ويظل يصدح في البلاد أذاني. لستم على نهج يوحد شملكم لا دين بل أنتم ذو أديان. بدعتم خطأتم كفرتم أشياخكم يا معشر الذبان. فتجاهرون وتبرعون بشتمهم والشتم جاز لمفسد ومهان. أما العريفي فهو جد مهرج ومجعجع لا ليس بالطحان. ودروسه يحكي الطبول ضجيجها وفوارغ من حكمة ومعاني. فتراه في الآيات يهرف هازلا فيضل في القرآن والفرقان. أفتى بردته مشايخ منهم شيخ يسمى صالح الفوزان. وأقول للعرعور أين فراره وفساده في الشام والديصان. كم فتية في الشام يفسد حالهم ويدعهم في حمأة النيران. ويقول هيا للجهاد تأهبوا ويفر في الهيجاء كالجرذان. وتراه يرجف في الجحور بجبنه رجفا شديدا أيما رجفان. أولم يزل بشؤونه وشجونه في متعة الولدان والصبيان. صارت له في العالمين علامة ويضج منها عالم المردان. والله أنطق طفله بفساده وبجبنه وصياحه المرنان. ودم الشقية سائر بعنانه فيصادم التوحيد دون تواني. يخفي عيوبا غير أن رياحها كالجرو فيه زهمة بصنان. هو من تمادى في الرذائل والخنا متمرسا مذ كان غض بنان. لم تعبد الرحمن واسمك عبده لكنما قد غرك النقدان. أبلست من دار المشايخ عندما عرفوك تمضي في هوى الغلمان. فتطايرت أخباره في أفقنا وبها تسير قوافل الركبان. أمسى يغطي عاره بشناره وتراه يخفي العهر بالكفران. بين التخنث والتأنث حاله متلازمان بشخص ذي أخدان. لا تخدعنك مظاهر فلحاهم كنبات خضرة دمنة وهوان. ومخادعين بحالهم وبقالهم كالذئب يلبس فروة الحملان. بئسا لقرضاوي يذر بقرنه يغري الذئاب بمجمل القطعان. فبه نظمت قصيدة تعدادها 100 ويأتي بعدها بيتان. وبها أقول تحط قدر مجرة تبغي النجوم وأنت في القيعان. فشتمت بعض المرسلين خساسة يا من عرفت بطبعك العدوان. ولقد أتيت بفرية ونذالة في نسبة التشويش للعدنان. ورميت موسى بالعناد وقاحة وأراك في نصر الهوى متفاني. ووصفت هارون النبي بأنه سكتت فصاحته لدى الكفران. وأتيت زورا فرية وتجاسرا
حتى نسبت الحد للمنان، صححت مكذوب الحديث وتدعي ضعف الصحيح لنصرة البطلان. فذكرته بعديد كل مجسم إذ أنهم في غيهم سيان، كم راح يلصق نفسه بنعالهم ونعالهم داسته دون هوان. أسستم بنكا لتمويل الهوى وجمعتم الأموال كالكثبان، بنك لتقوى قلتم وجعلتم جزر البهامس أسفا كالحان. فبنيتم الإرهاب من سحت الربا، خاب البناء وخاب جهد الباني، وجمعتم الزكوات من أرجائنا كيما تدكوا بنية الأوطان. بلغ الأقاصي شركم وشعوبنا، أسقيتموها حنظل القطران. قطرا نزلت وصرت تعمل بالخفا كيما يؤسس في الدجى قطران. ولقد عجزتم أن يوحد صفكم، أنا يوحد بالمدى قطران. وزعمتم توحيد أمة أحمد في راية وشعارها سيفان. أسست فقه الحزب ثم جعلته فقه الأنام وما له من ثاني، وذممت فقه المسلمين وتدعي فقها جديدا زاهي الألوان. ولمن يريد زيادة عن عاره أسماء تنبئكم بهذا الشان. ورأيت نابلسي يفيض ضلالة ويزيد إفكا في دجى الأكوان. وافقت جور الاعتزال بقولهم خلق الفعال صنيعة الإنسان. وأقول قلت العبد ينفذ قصده لو لم يكن بمشيئة الرحمن. فلأنت في بحر الغواية مبحر رأس اعتزال ما مضى الملوان. وقلبت ظهرا بالمجن لشامنا ولحقت بالضبعان والثيران. يا أيها القدري أنت مدلس متنقل في بؤرة الضيعان. ارجع إلى التاريخ واقرأ نبذة لا سيما ما حل في غيلان. وتقول إن الله ما شاء الغوى هو شاء كل الخير والعصيان. وهو الذي اجترح الكبائر واجترى مفسرا للآي في القرآن. وأتى بزندقة يعز نظيرها أضحى مريدا للمريد الباني. فيقول في التوحيد صن ومقالهم بعقيدة التثليث للرحمن. ولئن طلبت معونة من آخر فبزعمه أشركت بالرحمن. يجث تراه مقبلا ومقبلا ليد الحوين المفسد الديصان. والصالحون بزعمه في آية من أصلحوا أرضا وبالإتقان، حتى ولو كانوا أذلة أهلها فساق قوم أو ذوي كفران. والشمس تطلع من مطالع غربها بأواخر الأيام والأزمان. قد قال إن العلم تطلع شمسه من غرب أرض الروم بالإيمان. هو راتب منهم يضل ولا تقل لا تخلطا شعبان في رمضان. ويقول زنديق الأنام مكابرا متبجحا بالتيه والطغيان. من قال إن الله قدر زلتي فهو الكفور
الكفور بذروة الكفران. أوما زعمتم أنكم أصل الهدى سلفية في العدل والإحسان، بل إنكم صلفية بمجونكم يسري التكبر في مدى الشريان. إن كنتم حقا على سبل الأولى فلم اتخذتم ناصر الألبان، وتركتم سلف الأئمة جانبا وجعلتموه محدث الأكوان. فمصحح ومضعف ومحسن وبزعمكم هو عمدة الجوان، هو عمدة في كل نحو قلتم حتى استبد برحبها البران. هو محدث حقا وليس محدثا ومزعزع للأس والأركان. ومن الضلال اشتق وصف نبينا ذاك الغوي المحدث الشيطان، وتراه عاب مذاهبا سنية وبأنهم كفروا كما الرهبان. وأباح إرضاع الكبير بمصه من حلمة ويمدها الثديان، ومعللا لا تشتهى فلأنها سوداء تبدد شهوة الشهوان. أيقول مثل مقاله ذو مسكة أو أنه ما ذاق من عسلان، وتراه أوجب هجرة من ضفة كي تترك البلدان لليهدان. وجميع من لزم البلاد وداره فبزعمه قد لج في الكفران. فمشايخ قاموا بصد مقالة فياضة بالسخف والبطلان، بصحافة وفصاحة وحصافة قد أعلنوها من ذرى عمان. هذه الردود تأججت وتوهجت من أفق مشرقنا إلى تطوان، وتراه لا يروي حديثا واحدا بمناهج الإسناد والإتقان، إلا وقد أمسى يعربد في الورى وله الثناء يكال بالصيعان. بهم الجهالة أسفرت عن وجهها ووجوههم سودا من البهتان، وله الرعاع يطقطقون نعالهم جراء فرط حداثة الأسنان. وتراه يطلب نزع سيد دهره من قبره الحاكي جمال جنان. قال انزعوه وصاحبيه كليهما وهما البحران والعمران، وهما له في الدهر أكرم صحبة وهما له العضدان والصهران. تلقاهما نزلا بمنزلة الرضا ولدى يديه البيض يضطجعان. كانت عواقب غدره بالمصطفى أن سيق طردا بائسا بهواني. قد كان في البيضاء يعربد مفسدا ليفوز بالسلوى وبالسلوان. ساقوه للزرقاء مرتع حزبه وختامه السوداء مع الندمان. وأقول للصلفي حسبك رتبة في القاع تحت مراتب السعدان، وتظن أنك في المحافل بارز أو أنك الصمصام للنجدان، أو أنك اللماح في أفق العلا وتجاوز الشعر مع الميزان. ما بين إفراط وتفريط غدا متمسلفا متفلسفا مرنان.
قد كان نصف الساق مبلغ ثوبه أضحى يجر الثوب مع ميلان لا تخدعنك لحاهم فلأنها بمزابل أمست كما الكثبان أنتم غراس الشر في أرض الهدى إذ حزتم البغضاء بكل جنان يا أمة الإسلام عودوا للذي كنتم عليه بغابر الأزمان فبمكة ومدينة بتهامة وإلى حماها مأرز الإيمان والأزهر السيار فوق مجرة والجامع الأموي في كيوان وأضاء غرب المجد من زيتونة من فاسنا اللألاء أو وهران وكذاك ركب الشرق حط رحاله في ثغر جلق أو ذرى بغدان وترى العلوم كذا السعود برحبها تلقى أصالتها بمهد يمان يمن سعيد قالها تاريخنا والثغر منه يرف باللمعان والمجد قال برحبها وجنانها يرجو السلام بظلها الفينان فيما التقاعس عن مناهضة الذي نثر الحرائق في ربى العربان فأشاع فيهم للتطرف مذهبا حرق العباد ومرتع الفتيان ما جرأ الأنذال إلا نومة تسري بهجعة غافل واسنان فالأمر بالمعروف فرض واجب وبقدر ما يكفي من التبيان نام المشايخ عن مناهضة العدا والجهل دك معاقل الأوطان فإليكم هذه القصيدة موئلا في زفرة الأهوال والبركان هي في كبود الناكفين رماحنا وسيوفنا بمعارك وطعان فغدت دوى لمجسم ومنافق وهي الدواء لمبتغي البرهان سأدك حصن الجور في هذا المدى رغم الظلام ورغم من يلحاني أطفيت أعينكم بجمر سعيرها وطعنت أحشاكم بحد سناني كيما تسير في جحورهم التي حشيت بسم المقحط الثعبان حتى أحرق إفكهم بسعيرنا حرق الهشيم بلفحة النيران وكلامنا إن لم يطب فكلامنا ستكون طبكم بغير رهان وأرى سرورا في وجوه أحبتي فتفيض بالبشرى كما الغدران وأريد رسم النصر في جبهاتهم وبكل ثغر ضاحك جذلان وأبثهم وجدي وطيب مشاعري تحلو لدي رقائق الأشجان زينت نظمي بالسناء وبالسنا بلآلئ تزهو وبالمرجان سيظل شعري منجما لذوي الحجى وبحلق مرتاب النصال يماني ويسير في صبح الحقيقة مشرقا بحسان معنى لا حصان مباني أنا لا كبوت ولا نبوت بنظمه ولئن كبوت فكبوة الفرسان ولقد بذلت الجهد جهد مقصر وعلى إلهي عمدة التكلان وجعلتها غيثا مغيثا هاتنا كيما تفيض موارد الظمآن
والله من لا شيء يشبه ذاته ووجوده أبدا بغير مكان. سأظل سيارا بدرب محمد بأصوله وفصوله الوحيان، فحواهما التنزيه في ألق العلا وعقائد التشبيه في القيعان. يا رب صل على النبي وآله ما لاح صبح في دجى الأكوان. ولقد وددت بأن تلحن في الملا هذه القصيدة من ذرى الألحان. بالله قولوا كلما أنشدتم رجم الإله صداك يا قحطاني. وادعوا الإله وضمنوا دعواتكم قولا شجيا صافي التحنان. يا رب أنزل رحمة بعبيدكم بأسامة بن السيد اللبناني. واجعل إلهي نظمه لرضاكم يوم الحساب إذا التقى الجمعان. جمع يضج بحره وبذله أما جموع الحق والرضوان. فبظل عرش حيث يهنى عيشهم حيث السلامة في رضا الرحمن. وختام شعري دعوة من صادق عودوا لما أوصى به العدنان.